لما تلاقي الصنايعي ما جاش ما تقلقش، لان الجري في التشطيب مش دايما حاجه كويسه. اللي جه في بالك واللي اكيد سمعته كتير ان لما بنستعجل الصنايعي بيخلص شغله بس بكواليتي اقل، ودي حاجه صح مش غلط. بس مش ده اللي جايين نتكلم عنه النهارده. احنا النهارده جايين نتكلم عن التايم مانجمنت. خلينا في الاول نعرف احنا ليه اصلا بنعمل تايم مانجمنت. احنا بنعمل كده ببساطه عشان نعمل حاجتين: عشان نسلمك في وقت اسرع ونوفر فلوس. في الكيس دي هنوريك احنا بنفكر ازاي في الموضوع ده. انت عايز تشطب اليونت بتاعتك ودفعت دفعه مبدئيه 30%، واحنا مش متاكدين بالظبط الدفعه الجايه بتاعتك هتيجي امتى. فكر معايا بقى، ال 30% دول هنصرفهم ازاي؟ في المشتريات ولا في بنود المصنعيه ولا نوزعهم على الاثنين؟ لو انت قلت المشتريات صح بصراحه، بس هي جت معاك كده. بس احنا ليه فعلا بنختار مشتريات؟ بحسبه بسيطه كده عملتها لك، لقينا ان في اخر 5 سنين اتغير سعر السيراميك بنسبه تعدي 300%. اما مصنعيه التركيب نفس السيراميك زادت حوالي 100% بس. ولو زودنا بقى على كده حسبه الكهرباء والسباكه والمحاره، هنلاقي ان احنا ممكن نوفر في خامات مساحه شقه صغيره الى متوسطه من 50 ل 100 الف جنيه. عرفت بقى ليه الصنايعي ما جاش لحد دلوقتي؟ طيب هل احنا كل مره بنختار ان احنا نجيب المشتريات الاول؟ اكيد لا، لان في اوقات تانية ممكن نختار ان احنا نشتري البند ونركبه لو كانت فترات الدفعات بتاعتك متباعده زياده عن اللزوم او سريعه زياده عن اللزوم. وبالتالي عشان التايم مانجمنت يكون مظبوط، الاحسن يكون الدفعات منتظمه او ان يكون في كلاريتي في مواعيد الدفعات، علشان نقدر نخطط صح من البدايه ونوفر اكبر قدر من الوقت والفلوس.